وازاي في حد بيفكر بالطريقة التانية دي وبيشتموا في التاني وشايفين ان هو متخلف ومش فاهم حاجة. من اصعب الحاجات اللي بدأت اعملها ان لو حد معترض مع رأيي هو حر. ثيري دي من كتر بساطتها تحسوا ان ايه التفاهة دي. في كتاب مامتي اتقهرت زعلت فجأة اشوف على انستجرام انهم خارجين لتم الموضوع مش بيرسونال عادي، ولو انا بقول اي كلام let me برضو عادي. وانت ازاي مش كاتب لي كلام جميل وشعر زي ما خطيب كذا بيكتب لها. حد دخل كتب لي قال لي يا ورا خلي بالك مثلا حرام. انا اهم حد في حياتي وجاي اعيش في الدنيا تجربتي انا. ما اقدرش اغير حاجة في الحياة غيري انا، بس في نفس الوقت أنا ولا حاجة. أنا جزء من كل أنا فينا هي مجرد جسم بيعيش وعي مختلف بس كله من نفس المصدر. أنا ناوية أستمتع بحياتي. أهلا بيكم في تاني حلقة من بودكاست وأنا يارا. بالمناسبة الحلقة النهاردة التوبيك بتاعها بالنسبة لي مهم جدا عشان دي حاجة أنا شخصيا عانيت منها سنين من حياتي. من أول ما اخترعوا فكرة السوشيال ميديا وكان عندي فيسبوك وأنا طفلة صغيرة لسه بتفهم الدنيا وبيبقى عندها رأي وبتكون رأي. وكان وقتها ثورة اللي قامت في مصر 25 يناير 2011 وكان عندي آراء كتير. دايما عندي رأي من وأنا طفلة. أصغر من كده كمان أنا دايما حاسة إن عندي رأي وإن رأيي مهم وإني عايزة أثبته للعالم وإني عايزة أقول للناس التانية أنتوا غلط وإزاي في حد بيفكر بالطريقة التانية دي. فده خلاني كنت بنشر آرائي السياسية وأنا عندي كام سنة 2011 يعني 16 سنة تقريبا على الفيسبوك وادخل في جدالات مع كل حد رأيه عكس وغير ونقعد نكتب في قصايد ونكومنت واتعصب واتحرق ويتحرق دمي واقول ازاي في حد بيفكر كده. تعدي الدنيا ويحصل حدث تاني ويبقى عندي آراء تانية وبرضو أدخل أقول آرائي وأدخل في جدالات ومعارك ما بتخلصش. ده on a scale بتاع إني أتكلم مع الناس كتير. حتى بقى على مستوى الشخصي لو أنا عملت حاجة وحد فهمها غلط ما أقدرش أنام من غير ما أثبت اللي أنا عايزة أثبته أو أثبت أنا ليه عملت كده أو أصل أنت مش فاهم أنا أفهمك واقعد أهري وأتكلم وأرغي والشخص ستيل مش فاهم عشان هو مش فاهم هو مش عايز يفهم هو مش عايز يقتنع هو مش عايز يوصل له الفكرة أيا كان الأسباب اللي تخصه هو ما تخصنيش أنا مش عايز يفهمني وأنا مش مرتاح عايزة أفهمه غلطه هاتهولي أفهمه غلطه. نتناقش مثلا في قعدة عائلية في حاجة عايزة أثبت أو أشرح رأيي وكله عايزة كله يفهم أنا قصدي إيه. أنت إزاي مش فاهم أنا قصدي إيه؟ ده أنا كلامي واضح جدا. وكنت دايما بستعجب أخويا إنه أخويا لو قاعد في قعدة وهو مش عايز يشارك رأيه ولو في حد مثلا قال له إن يارا لابسة بلوزة حمرا مثلا باين إن هي سودا صح وحد قال له دي حمرا أحمد بجد ممكن ما يردش يعني ممكن ما يقولش لا دي سودا انت شايف حمرا شوفها حمرا. وده بالظبط الفكرة اللي قالتها العبقرية مال روبنز واللي هي تبدو صغيرة جدا ولكن هي عميقة عمق مش طبيعي للي فاتح مخه وعايز يشتغل على أنا وعايز فعلا يصلح. والثيري هي let them أو بالعربي يعني كذا حد حاول يفكر لها في ترجمة حرفية بس هي بمعنى سيبوهم يفتكروا ان البلوزه حمراء مش هيغير اي حاجه في واقعي مش هيغير اي حاجه في ان انا لا عارفه ان انا لابسه بلوزه سودا. والله هو شافها حمراء فهو ما بيحبش الاحمر فشافني شكلي وحش سيبيه. شافها احلى لون هو بيحبه وشافها تحفه فظيعه سيبيه برضه في الحالتين سيبيه. الفكره دي بتسابورت جدا فكره البودكاست لان هي احنا التغيير اللي عايزين نعمله عايزينه يبقى كله لهنا مش لهنا. فبدل ما احنا بنحاول نغير الناس وفكرهم وردة فعلهم للي أنا بعمله واللي أنا بقوله سيبيهم. النظرية دي بتريح بطريقة وعايزة أقول لكم على حد في شخصيتي هي مش دايما بعرف أنجح يعني كتير جدا بقع في الفخ بتاع especially إن أنا على السوشيال ميديا especially إن أنا ببقى
مدخله في حياتي اراء اي حد بيتفرج عليا، فبيجي لي طبعا فيدباك كتير جدا، وكتير ببقى عايزه ارد. من اصعب الحاجات اللي بدات اعملها ان لو حد معترض مع رايي، هو حر. ممكن ادخل في نقاشات لو متحضره وفعلا الشخص عايز يتناقش. مش كل حد متمسك برأيه وبنحاول نكسب مين فينا اللي رأيه صح، لأن عمر ما شفت. يعني شوفوا بقى في التجمعات العائلية وكل الرجالة ذات الرجالة الكبيرة، ونخش بقى في أي جدال يا سياسي يا ديني يا أيا كان، عمركم ما بتلاقوا الاتنين خارجين مثلا بيسلموا على ايد بعض ولا انت كان معاك حق. هي دايما الاتنين بيطلعوا متمسكين برأيهم اكتر، وبيشتموا في التاني وشايفين ان هو متخلف ومش فاهم حاجة. وانا متأكدة ان كلكم قعدتوا في الاعداد دي، وانتوا نفسكم قعدتوا اعداد زي دي. ويعني تخيلوا مثلا حد بيقول لكم ان عايزه توبيك يبقى حتى بيغيظكم جدا، يعني مثلا على حاجه على حقوق المراه، مثلا ان المراه مش المفروض إن هي تشتغل، مثلا المراه ملهاش صوت، وانت شايفه انت متخلف، انت ازاي بتقول كده؟ لا انت هتغيريه ولا هو هيتغير ولا يفرق لك ان هو يتغير. انا متفهمه ان التغيير برضو بيغير القوانين والكلام ده، يعني انا مش بقول نكون سلبيين، لان في ناس برضو عندها اعتراض على الثيوري بتاعت مال روبنز دي عشان بيشوفوها ان هي سلبيه، وان هي عمرها ما هتؤدي الى تغيير جذري في اي حاجه عايز نغيرها ككل، سواء قوانين. يعني مثلا ما الفيمينيزم موفمنت طبعا جابت للمرأة حقوق كتير، فلو انا دايما قلت يولعوا والكلام ده مش هوصل لحاجة. بس الهدف هنا مش ان انا بقول يولعوا ومش باخد اكشن، ما هو انا بقول يولع بس انا بشتغل وطالما انا قادرة اشتغل يبقى انا ما يفرقش معايا هو شايف انا اشتغل ولا لا. يفرق معايا لو هو منعني، وقتها بقى ده هيبقى في حلقات تانية نتكلم في الحلول التانية لما انا اكون انا اللي بتعرض للأذية أو للتحكم. بس أنا دلوقتي أنا واحدة بشتغل والحمد لله من الناس اللي حواليا مثلا بتسابورت وبتشجعني، وفي واحد قاعد في بلده في بيته كده ماسك موبايله وشايف إن المرأة مكانها المطبخ. أوكي تمام. فزي ما بقول لكم ان الثيري دي من كتر بساطتها تحسوا ان ايه التفاهه دي. في كتاب كامل على النظريه دي، هو فعلا كتاب برضو كبير وهي شرحت تفاصيل كتير قوي، يعني انصحكم تقروه لو الفكره عجبتكم. بيفتح في مخكم حاجات كتير قوي وبيخليكم تعيدوا النظر. ففعلا ياه، وانا ليه كان فارق معايا قوي ان جوزي مثلا يلبس اللبس الفلاني او يكون ستايله زي ما انا متخيله الشاب في هذا العمر المفروض يلبس اللي هو عايزه. let him، هو حر. ده هيشيل من عليكم كمية صراعات، وبرضو مش بس في تصرفاتهم على نفسهم، ليها علاقة كمان بلازم يزعلوا منك لو انت ما بتأذيش حد. يعني لو انا قررت اخد قرار في حياتي، قررت اتحجب افك الحجاب مثلا، لو هنتكلم عن حاجات شخصية جدا وعليها جدل وتخص المرأة وتخص الشخص لوحده، مامتي مثلا زعلت مني ايا كان انا خدت اني قرار فيه قبل بس ولا مش فارقة، مامتي اتقهرت، زعلت، مش مبسوطة، كانت شايفاني بشكل تاني او كانت شايفاني مستقبل تاني، معلش let her او سيبيها تزعل، مش تتفلق. بس انت مش تقعدي طول حياتك عايشه بالتأنيب الضمير بتاع انا نفسي ماما تفهم انا ليه عملت كده، يا ماما طب اسمعيني، يا ماما طب انت مش شايفه الموضوع من زي ما انا شايفاه. انت كده شايله هم زعلها يخصها، هي اللي محتاجه تشتغل على نفسها، هي ليه زعلت، يعني هي مالها، مش قصدي ده بقله احترام، قصدي هي ليه زعلت. طب ما دي يعني هل هي بتحاول تعوض حاجه في حياتها فيكي؟ هل هي شايفه ان ده الصح؟ هل هي متمسكة برأيها وما عندهاش أي تقبل الآخر؟ دي مشاكلها هي المفروض تشتغل عليها، مش مشاكلي أنا إني أحترمها، إني أعرفها، إني أودها، أبرها. بس لحد ما أنت ليه زعلانة مني يا ماما افهميني، ونقعد بقى نخش في صراع أزلي، وكل ما نتقابل هتبقى زعلانة مني وأنا شايلة همها إن هي تزعل مني، فأنا مش عايزة أشوفها بقى عشان أتفادى إن هي تزعل مني. ده صراع. انت ممكن تقولي خلاص هي زعلانه مني، دي مشكلتها هي، معلش. وخلي بالكوا ان انتوا لما فعلا بتطبقوا ده بقوه وبثقه، اللي حواليكوا بيحترموا حدودكوا جدا،
ودي طبعا ده توبيك كبير قوي على الباوندريز والكلام ده، بس هي الفكرة انه الواحد لما فعلا بيبقى aligned مع قراراته، وانا اخترت الطريق ده وانا مقتنعة بيه وانا ومش فارق معايا رأي الآخر هيزعل ولا لا، بكامل احترامي ليه وبكامل الود، وهو ده انا. هتشوفوا بجد، جربوا كده تعملوا ده وشوفوا لاحظوا فرق الناس اللي حواليكوا هتحترم ده قد ايه، ومش خلاص ومش هتفكر اصلا تحاول تحسسكوا بالذنب او تحسسكوا ان انتوا مذنبين. مسألة وقت. فالثيري في نظري عبقرية. هديكم مثال تاني للنظرية دي، فرقت جدا برضو في حياتي، ولو صحابي بيتفرجوا على الحلقة المفروض يتفرجوا. بهزر، هي برضو نقول ايه، هم حرين، سيبيهم والله، عايزين يتفرجوا عايزين، مش عايزين مش هجبر حد، ومش مطالبين ان هم يتفرجوا عشان هم صحابي. لو عملوا حاجة كده هتبسطني وهبقى ممتنة بس ما ينفعش ازعل لو ما اتفرجوش، ما ينفعش ازعل لو ما عملوش لايك، لو ما عملوش شير. ما فيش حد مطالب بأي حاجة، الواحد لازم يعمل حاجة من صدق ومن حب ومن هو عايز كده. ف على صحابي كنت دايما بتخانق معاهم انه مثلا 2 3 احنا شلة كبيرة بنات كتير، وفي الحلقة اللي فاتت قلت لكم احنا ما عندناش دراما البنات، وكان قصدي وقتها الدراما بتاعت بجد الحاجات الوحشة والمشاعر الوحشة والخيانة وتوقيع بين بعض وكده. عندنا دراما اللي هي انت ازاي نزلتي وما قلتليش يا كلبة، ده انا كنت جنبكم ما قلتوليش ليه. فكنت كتير اتخانق معاهم، مثلا يبقى احنا بقول لكم احنا شلة كبيرة، 2 3 مثلا، فجأة اشوف على انستجرام انهم خارجين. طب ما انا فاضية ما قلتوليش ليه. الايجو هنا بتلعب على حتة ازاي ما يقولوليش، هو انا يعني فيا ايه، هو انا مش بيبسطوا معايا، هما مش بيحبوني ولا ايه، هو هما يعني ليه بيعملوا كده، ليه يا رب كده، وليه انا مش بحبهم، انا متضايقه وهكذا. لما تimplementوا بقى نظريه let them، واللي هو let them، الموضوع مش personal عادي. ممكن ادي اسباب، ممكن اقول ممكن نسيوا، ممكن جت كده، وزي ما هم كانوا وقتها بيقولوا لي اصل هي جت كده، اصل ما كانتش بلاند وهكذا. وممكن ما اديش برضو، يعني ممكن اقول حتى لو مش عايزيني عادي، يا اما مش عايزيني دلوقتي، ممكن بكره يعزوني وانا هفضل موجود وصاحبتهم، او عايزين يتكلموا في حاجه، او عادي ما جيتش في بال، انا مش محور الكون فما جيتش في بالهم. شخصين 3 قرروا يتقابلوا ونزلوا، ازاي ما فكروش في يارا؟ عادي. فاهمين قوه ان الواحد يدرك ده، وانه ما ياخدهاش ان ازاي ما يعزوش يارا، يعني دي يارا دي لذيذه جدا. لا، يارا لذيذه عشان انا عارفه قيمتي وعارفه ان انا لذيذه، وعارفه انهم بيحبوا يقعدوا معايا، ودي حاجه ما كانتش هتخلينا صحاب لمده 20 سنه. يا لهوي، 25 سنه. انا عارفه قيمتي خلاص، عشان انا مش بشتغل على الانا بتاعتي، وعارفه ان انا تمام وكامله لوحدي، مش وجودهم هو اللي هيكملني. فخلاص لدم، في مره هيكلموني، في مره مش هيكلموني، في مره انا هكلمهم، في مره انا مش هكلمهم، وهي هتمشي كده واحنا بنعدي لبعض. ولو في ظروف اخرى الناس دي مش صحابي بجد، وفعلا مش بيكلموني عشان مش حابيني، لما اقول سيبيهم ما يكلموكيش، do not force it، ما تعملهاش بالعافيه. انت بتسيبي مساحه ان حد بجد بيحبك وحد بجد صادق في مشاعره يدخل. عارفين لما دايما بيقول مثلا ان واحد موقف حال واحده، علاقه توكسيك، وهو قاعد عمال بيلعب بيها ومش مرسيها، وهي مكمله معاه سنين، هي مش سايبه مساحه ان حد كويس يدخل، هي حاصره نفسها في الشخص ده. وبدل ما تقول سيبيه لو هو عايز هيجي فعلا ويعمل خطوه سيريس، لا، هي عماله تقول انا هحاول اغيره، وانا هحاول، وانا هضحي عشان نكمل، وانا هغير من نفسي عشان المستقبل، عماله تغير حاجات عشان تأكوموديت العجز اللي عنده في ان هو مش عايز ياخد القرار. فهي موقفه حالها، وفي الاخر بتبقى حارة سد، وفعلا الموضوع مش بيكمل، عشان من الاول كان باين ان هي بس ما قالتش لنفسها لا تهم، والله يا ابني انا كده، ودي الظروف، واحنا علاقاتنا عامله كده، حابب نبقى مع بعض ونبرسو، ولا هتقعد تلاوع؟ ومش بالعافيه، مش انت نقعد
بالعافيه. حاجه كمان بلاحظها في العلاقات، لما بتزيد عن حدها قوي الموضوع بيفقد لذته. ومحدش ياخد كلامي بيرسونال، لو الكلام لزق يبقى فكروا فيه، يعني عادي زي ما بقول لكم ما تاخدوش اي حاجه بيرسونال، ولو انا بقول اي كلام let me برضه عادي. واي حد عايز يقول كومنت مش عاجبني لو ده هيريحك تمام. مثلا بشوف مثلا couples البنت مثلا obsessed بانه انت ازاي ما نزلتليش بوست على انستغرام في عيد ميلادي، ولا في الفالنتاينز، ولا ما اعرفش في عيد العمال، وانت ازاي مش كاتب لي كلام جميل وشعر زي ما خطيب كذا بيكتب لها. فيجي المناسبة اللي بعدها يكتب بوست ولا هو حسه ولا هو فعلا شايفه، وهو بس عايز يتفادى الخناقة عشان هي هتنكد عليه لو هو ما كتبش ده مثلا. فبعد فترة الموضوع بيبوخ. يا ستي سيبيه يكتب، عايز يكتب، لو هو حاسس حاجة يكتب، مش حاسس حاجة عنده ما كتب. بس ما تبقاش احنا اللي بنحاول نغير. انا عايزاه يحبني بطريقة معينة، عايزاه يحبني بالطريقة اللي انا شايفة ان ده الحب في وجهة نظري بسبب اللي بشوفه كل يوم بتعرض له، فعايزاه يحبني بالطريقة دي. هو عنده طريقة حب مختلفة، let him. لو انت مش مبسوطة ده حوار تاني، بس لازم تبقي فاهمة ان كل شخص، على فكرة انا مش بكلم البنت بس، يعني كلام برضو بالعكس. لو انت شايف ان الست لازم تبقى بتحب بالطريقة المعينة، فازاي هي ما بتعملش كده، ده مرات صاحبي بتعمل وكذا، هي مش تتغير. فlet her love you بالطريقة اللي هي شايفاها صح، واللي هي بتحبها، واللي هي صادقة فيها عشان فعلا توصل لك. انا بجد بقيت بشوف البوست اللي على الانستجرام دي لقصص الحب بين الناس اللي انا عارفاهم اصلا في الحقيقة وعارفة علاقتهم عاملة ازاي، ببقى حاسة قد ايه ده كلام فيك، وقد ايه ده مش حقيقي، وقد ايه انا عارفة العلاقة عاملة ازاي، وان هي انتوا بتفركشوا كام مرة في الشهر. لا مش حلو. الطريقة بقى اللي أنا بإمبلمنت ده على نفسي في حتة let them especially لما تيجي في الكومنتس أو في آراء الناس اللي أنا ما طلبتهاش، أي حاجة تخص حياتي. مثلا أنا عاملة أي حاجة في نفسي، عاملة حاطة رموش مثلا، حد دخل كتب لي قال لي يارا خلي بالك مثلا حرام. وأنا من أكتر الحاجات اللي ما بحبهاش هي إن حد يقول لحد يعني النصيحة الدينية بالطرق اللي احنا اتعودنا عليها وهكذا. انا يعني عندي قناعاتي الشخصية ان كل حد المفروض عارف هو بيعمل ايه، وعارف هو المطلوب منه ايه، ودي رحلة داخلية جدا. بحس ان الناس بقت تاخد النصيحة الدينية كده ان تحس ان هي اعلى من الشخص التاني. ان في طبعا في بتكون نيات لذيذة وكل حاجة، بس انا ما بفضلش هذا النوع من على فكرة حرام تعملي كذا، على فكرة حرام. ده رأيي الشخصي، ممكن بعد كام سنة اتغير، ممكن. احنا قلنا التغيير حاجة الوحيدة اللي ثابتة. انا دلوقتي ما بحبش ده. بس لما بيجي لي مثلا مسج يارا خلي بالك الرموش حرام مثلا، يارا زمان كانت بتجت تريجرد قوي، هي مالها ما تخليها في حالها، هل انا يعني ما اعرفش الصح من الغلط، هل انا ما بقراش في ديني كفايه، ده حرام من منظورها هي، انا عندي اعتقاد تاني، انا حره وهكذا. اللادم ثيري بتخليني اقول ايه، هي دلوقتي شايفه او بتعمل بالايه او بتعمل بالفكر ان ربنا قال نقعد ننصح الناس والامر بالمعروف وهكذا، حتى لو انا رايي ان مش ده اللي ربنا عايزه بالطريقه دي، بس تمام لو هي شايفه ان ده المطلوب منها هي بتنفذه. وهي ارتاحت نفسيا ان هي عملت لي الكومنت ده، حست كده ان هي ادتني نصيحه وان هي بتهديني، وان انا ممكن في يوم من الايام مثلا اعمل بيها ويبقى هي ليها الثواب مثلا. هي ده فكرها لما عملت لي الكومنت ده، لو هي نيتها صادقه يعني هي عايزه كده لاتر، هي عملت كومنت وارتاحت، خلاص الموضوع خلص عند هنا. ما لو انا بقى خدته وعملت له اسكليشن في مخي وكبرته وخدتها بقى من ناحيه بقى انا ضد الناس المتشدده في الدين بالطريقه دي، وهي اصلا بتنفر الناس، وقعدت بقى حطيت قناعاتي انا الشخصيه على الموقف، يبقى المشكله عندي انا، وانا اللي كبرته، وانا اللي عملت رياكت بالطريقه دي. فلو انا عايزه اقطم الموضوع عند اوله خلاص ما مش هرد، ما حدش جابرني اني ارد. الثيري دي بتديكوا كنترول رهيب ان انتوا المتحكمين، وانتوا اللي في الدرايفر سيت، وانتوا
اللي عندكم القدرة ان انتوا تكبروا موضوع او تصغروه ولا كأنه حصل. اكتر الناس اللي بتعمل الحاجات دي بيبقوا انجح الناس. شوفوا كل ما الشهرة بتزيد كل ما اراء الناس بتزيد. ودايما بدي اكزامبل بتاع محمد صلاح. انا كنت من الناس اللي بتهاجمه في حاجات ما بعملش كومنت عنده ولا الكلام ده، بس في جوايا بحط حكم وبقول هو ازاي كذا وازاي كذا، وهو ولا فارق معاه ولا فارق معاه. شوفوا انجح الناس، اكتر ناس عليها جدالات، عمرو دياب شكله دلوقتي مثلا الناس كلها عماله يخشوا عنده على الكومنتس يا خرابي على اللي بيتكتب، وكل حد عنده رأي حط وكل حد عنده دين فرضه، ولا فارق معاه. let them let them talk, let them judge you, let them hate you. حتى لما حد بيكرهك مشكلته هو مش مشكلتك انت. هي ده لما يعني بحاول اديكوا امثله عشان هي بتتفهم بالامثله مش بالكلام. ممكن اقول لكم كوت رهيبه حلوه تفهم تعجبكم، بس ما تطبقوهاش، ما دخلتش، ما علقتش، ما عملتش، ما نورتش لمبه. فبجد حطوا بقى الفكره دي على اي حاجه في حياتكم، على الشغل، على مديركم، على اصحابكم، على البارتنر، على اهم حاجه بقى ولادكم. بصوا توبكس الامومه ما مش هتخلص وهي كتير وهنجيلها، بس فعلا فكره ان الام برضو تلت her children be، يا خرابي على الراحه النفسيه. والله عايز تاكل كل، مش عايز تاكل عندك مكالد، لما تجوع هتجيلي. والله عايز تتمرن، الام دورها ان هي ترشد وتعلم الديسيبلين وتفهم الطفل في مراحل اللي هو لسه مش عارف مصلحته وكل الكلام ده، ترشده. بس ما ينفعش تبقى انت عايزاه بطريقه معينه، لو هو مش كده انت مش هتعرفي تهدي. ودايما حاسه ان ابني مش، بصي ابن كذا وبصي ده مريح ازاي، شايفه بيعمل ايه. شوفوا كم من الناس دلوقتي اللي بتروح ثيرابي عشان مقارنات اهلها وما عملوها، وكان دايما حاسه انهم مش كفايه وان هم في حد احسن منهم، وبصي ده وبصي دي ف let everyone be. ربنا مش هيحاسبك غير عن نفسك. انت مالكش غير نفسك. انت اللي متحكم ترياكت ازاي وما ترياكتش ازاي. انت اللي متحكم تدي انهي موضوع في حياتك اهمية وشوية من مخك ووقتك وطاقتك، وامتى تقول مش فارقة. وفعلا هي مش فارقة. يعني مفيش رأي اي حد في الدنيا هيتحكم في حياتك. حتى على فكرة مثلا لو حد قال لي ايه، طب ما رأي مديري مهم عشان هو اللي هيرقيني، مش هو اللي هيرقيك. هي بقى دي بقى الحتة اللي الناس بتنساها، ان مش هو اللي هيرقيك. في رب، في إله بيقول كن فيكون. انت ممكن يكون مديرك بيكرهك في ثانية يتنقل، في ثانية تترقى، في ثانية معرفش مين يروح فين، وتحس ايه ده انا من شهر كان لا يمكن يجي في بالي ان يحصل كل اللعبكة دي. فمش مديرك اللي بيرقيك، فان انك تشتغل انك عايز رأيه يبقى حلو فيك. فلو انتوا مش متفقين وانت عمال في صراع عايز تثبت له رأيك، طاقة في الهوا. اتمنى تكون الفكرة وصلت لكم. سؤال النهاردة اللي عايزين لو حابين تتناقشوا فيه في الكومنتس معايا تحت، هيبقى ايه اكتر حتة في حياتكم حاسين ان الثيري دي ممكن فعلا تسبب لكم راحة نفسية انتم ما كنتوش تتخيلوها، وفعلا خدتوا اول خطوة ولا لسه؟ اشوفكم الحلقة الجاية.